إلا أن هناك من يتحايل ويستغل هذه المساكن على حساب المحتاجين إليها فعليا، وعليه جاء المرسوم التنفيذي للحد من هذه التجاوزات. التفاصيل مع نادية دراجي. قطاع السكن عندنا ورشة مفتوحة على كل الصيغ. حصة الأسد فيها السكن الاجتماعي موجه لفئة دون أخرى، لكن التلاعب فيه يصنع الحدث من خلال كرائه لأناس هم في حاجة إليه. En ce qui concerne la régularisation, هذيك était nécessaire. C'était nécessaire. C'est هما خاسرين وإحنا خاسرين. Et il y a un fait, on ne peut pas expulser les familles qui habitent réellement parce que ربما le fautif, c'est celui qui a cédé. Mais celui qui habite, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un logement et il l'habite réellement, il faut le conforter هو وولاده. بعد نقاش تقريبا دام سنة على مستوى الحكومة، المرسوم في النهاية تقبل من طرف الحكومة وراه على وشك النشر نتاعو في الجريدة الرسمية. إذا نصحح كل الأوضاع، كل الأوضاع نتاع المواطنين اللي حبوا يشروا دارهم نصحوا لهم الأوضاع. ظاهرة كراء السكنات الاجتماعية في السنوات الأخيرة عرفت تصاعدا وبأسعار خيالية، فالاعتماد على إبرام عقد خاص ينص على أن المستفيد الأول ترك الزبون في البيت كحارس فقط عقد من عملية إحصاء وجرد المستفيدين الأصليين. L'État est le principal loueur. Actuellement, les OPJ mettent sur le marché de la location 900 000 logements. احنا نظن بالنسبه للشيء اللي ما راقبناش، لان كانت فيه صعوبه بالنسبه للمراقبه نتاع كل الاحياء، اعتقد انها تكون في 250 الف. المرسوم التنفيذي سيسمح إذن بتصحيح الأوضاع، وعملية التنازل عن السكنات الاجتماعية عن طريق بيعها تم الفصل فيها. Tout cela, il aura un logement très bon marché, très bon marché, puisque c'est des logements dont le prix du mètre carré a été rabaissé à 12 000 دينار le mètre carré. أزيد من 900 ألف وحدة سكنية تحصيها دواوين والترقية العقارية، وضبط الرقم الصحيح لم يتم تحديده بعد. وعملا بما تمخض عن لقاء الحكومة الولاة، تعكف لجنة خاصة كراء السكنات الاجتماعية في السنوات الأخيرة عرفت تصاعدا وبأسعار خيالية، فالاعتماد على إبرام عقد خاص ينص على أن المستفيد الأول ترك الزبون في البيت كحارس فقط عقد من عملية إحصاء وجرد المستفيدين الأصليين. L'État est le principal loueur. Actuellement, les OPJ mettent sur le marché de la location. هم في حاجة إليه. En ce qui concerne la régularisation, هذيك était nécessaire. C'était nécessaire. C'est هما خاسرين وإحنا خاسرين. Et il y a un fait, on ne peut pas expulser les familles qui habitent réellement parce que ربما le fautif, c'est celui qui a cédé. Mais celui qui habite, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un logement et il l'habite réellement, il faut le sien 900 000 logements. احنا نظن بالنسبه للشيء اللي ما راقبناش، لان كانت فيه صعوبه بالنسبه للمراقبه نتاع كل الاحياء، اعتقد انها تكون في 250 الف. المرسوم التنفيذي سيسمح إذن بتصحيح الأوضاع، وعملية التنازل عن السكنات الاجتماعية عن طريق بيعها تم الفصل فيها. Tout cela, il aura un logement conforté هو وولاده. بعد نقاش تقريبا دام سنة على مستوى الحكومة، المرسوم في النهاية تقبل من طرف الحكومة وراه على وشك النشر نتاعو في الجريدة الرسمية. إذا نصحح كل الأوضاع، كل الأوضاع نتاع المواطنين اللي حبوا يشروا دارهم نصحوا لهم الأوضاع. ظاهرة إلا أن هناك من يتحايل ويستغل هذه المساكن على حساب المحتاجين إليها فعليا، وعليه جاء المرسوم التنفيذي للحد من هذه التجاوزات. التفاصيل مع نادية دراجي. قطاع السكن عندنا ورشة مفتوحة على كل الصيغ. حصة الأسد فيها السكن الاجتماعي موجه لفئة دون أخرى، لكن التلاعب فيه يصنع الحدث من خلال كرائه لأناس